تصريحات قوية من حسين لبيب ردا على جمهور الأهلي على تصريحاته. في تصريحات له اليوم ردا على جمهور الأهلي والذي كان متواجدا في مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي. جمهور الأهلي شن هجوما قويا على حسين لبيب بسبب ما قاله عن رفض تقسيط غرامة محمود كهربا حتى لو أدى الأمر لاعتزاله، إلى جانب حديثه عن سؤاله في احتمالية التعاقد مع أي لاعب من الأهلي قائلا: ما تخلينيش أحطها في دماغي. حسين لبيب وردا على هجوم الأهلي عليه تحدث في تصريحاته قائلا: أكد حسين لبيب أن الزمالك سيظل من أكبر القلاع الرياضية في مصر، وأن أزمة الزمالك هي أنه كان يدار بطريقة خاطئة في 20 سنة الأخيرة، ومع ذلك الزمالك موجود وبينافس وهيفضل موجود رغم كل اللي بيحصل معاه. ولو أي نادي كان بيحصل له اللي حصل في الزمالك كان زمانه مش موجود من الأصل. احنا هنوريهم ان نادي الزمالك نادي الرجولة.